بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جيت لكم بفيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بس بقى انا مش كيفه قهوه خالص، بس ما اعرفش ايه اللي خلاني عملت قهوه. عارفين لما بعمل القهوه دي ممكن تسهرني 3 ايام ورا بعض. فانا بعمل القهوه دي على المتاخر، مش بعملها اول ما بصحى من النوم، بس هي بتجيب لي هبوط. بس تقولي لي بقى بتشربيها ليه؟ اقول لك عشان تجيب لي هبوط. فهو بيبقى فراغ كده، ساعات ببقى زهقانه او كده، ببقى عايزه اشرب اي حاجه كده تعدل دماغي، فبروح عامله فنجان قهوه. والصراحه انا كبرت الفنجان المره دي، فحسيت كده بعد ما شربته ان انا ايه، هبطانه خالص. فصباح الورد وصباح الفل عليكم كده. بصوا بقى اللي بتاع الرز بلبن بتاعنا بعمله لكم ازاي. طبعا القناه دي جديده وكده، انا عملته في القناه القديمه كتير، بس عشان خاطر اللي يخش عليا في القناه دي يعني يبقى عارف الطريقه بتاعتي اللي انا بعمل بيها. بحط نص كوبايه رز كده بعد ما بغسله، في مثلا في قوله في كوبايتين ميه كده، وبقعد اخليه يغلي مع نفسه كده لغايه ما يستوي. وبعد كده بروح جايبه كيلو لبن مثلا، وتروحي حاطه ايه على الرز بتاعك بعد ما يكون استوى. بعد كده بتروحي، بصي كيس اللبن النيدو ده جوزي بيقول لي بقى ب5 جنيه. بروح مدوبه بردك في كوبايه ميه كده، بيطعمه بيخليه يعني طعمه كريمي وجميل. وبردك بروح حاطه له قشطه كده. يعني انا حطيت وش اللبن، وبردك حطيت قشطه من عندي من الفريزر. يعني ببقى حاطه على طول علب عندي في الفريزر كده، عشان اللبن البلدي لما بجيبه ما بنحبش ناكل القشطه كده لوحدها، فبروح مكوناها في علبه كده. ما بحتاجها بحطها في الفطاير، بحطها في العجاين، بحطها في الرز بلبن زي كده على وش المكرونه البشاميل. انت بردك اعملي كده، لو بتجيبي لبن بلدي ما ترميش القشطه بتاعتك دي. ورحت حاطه كوبايه سكر دي، بس دقت بقى، عارفين جوزي بيحبه مسكر خالص بقى، فرحت حاطه كوبايه تانية. في ناس بتعمله من غير نشا، براحتك انت خالص. انا بحب اعمله بنشا يعني، عشان ميبقاش صايص كده، ويبقى عامل ميه كده. النشا بتمسكولي، ما تكتريش النشا قوي عشان ما تخلوش يجبس معاكي، يبقى عامل زي الكتله كده. لان كل ما بيقعد بيهدى وكده، بيمسك في بعضه اكتر وبيقفش اكتر، وحتى لو بات ما يقشفش معاكي كده وما يشققش. وشعره الفانيليا دي برضك بتطعمه وبتخليه جميل. والتركايه بتاعتي بقى حطيت له ايه، حطيت له حبه جوز الهند في قلب اللي يعني ما بيجي يستوي كده اهوت. بروح حاطه له معلقتين جوز الهند كده عشان عيالي عدوهم جوز الهند وجوزي ومحدش بيرضى ياكل جوز الهند خالص، ولا الزبيب ولا المكسرات ولا الحاجات دي. فبنتي ياسمين لو جت ولقيتني عملته بالبتاع بالجوز الهند كده، مش ترضى تاكله. حتى انا بص عامله الاطباق بتاعتي بس هي بالزبيب، والاطباق الباقيه جوزي قال لي اوعي تحطي لي فيها زبيب ولا حاجه. فبصوا بوريكم باكله قدام الكاميرا اهوت، وكريمي وطعمه جميل خالص. بقول لجوزي، بيقول لي سألت على العلبة الصغيرة اللي هي بتاعت الزبادي دي. عندي اللي هو اللبان كده بيبيع العلب اللي هي بتاعت الزبادي دي، فيها رز بلبن يعني، بيبقى رز بلبن جاهز. فبيقول لي سألت عليها، الراجل بيقول لي ب8 جنيه علبة واحدة بس. فبيقول لي طب وعلى ايه؟ طب ما انا اجيب كيلو لبن وتعملي لنا في البيت احسن، وحاجة البيت بتبقى انضف وانضف. فقعد بقى ينقر معايا كده. طبعا هو روق عليا النهارده. والرز بلبن ده كان على الايه، كان على المتاخر كده يعني، بعد ما اتغدينا. بس في مناظر بتجيلكوا قبل مناظر يعني. فهو بقى صحيت من النوم كده لقيته ايه، يعني هو صحاني الساعه 8 الصبح، انا نايمه 7 الصبح اصلا. بصوا بقى الجنان اللي انا ايه، يعني اشتغلت في اليومين دول، نايمه الساعه 7 الصبح. فراح مصحيني الساعه 8 الصبح عشان نفطر. يا دوبك نمت ساعه، بقيت اقول له مش قادره افتح عينيا، مش قادره افتح عينيا. قال لي لا قومي افطري ونامي تاني. فرحت فطرت كده ونمنا شويه صغيرين كده. وبعدين هو قام صلى الجمعه، طبعا جمعه مباركه عليكم. وبعدين راح ايه، راح سابني نمت بقى. وهو الصراحة عاش يعني، عاش مع نفسه كده. كان جايب لحمة بقى وكده، وبسلة وملوخية خضرة وبتاع. فقمت لقيته بصراحة مروق عليا، وعشان هو عارف ان انا اليومين دول ماسكه له الجنين وكده، وعمال اقول له زهقانه ونفسيتي تعبانه، والله وشي تعبان خالص ومرهق، زي ما اكون عيانه يعني، دبلانه خالص. فعمال اقول له خرجني عشان خاطر يعني اكسر المود اللي انا فيه ده، واغير النفسيه اللي انا فيها دي. عمال يقول لي حاضر حاضر. والنهارده اجازه اهوت، وبكره اجازه، ويوم السبت مش هيجيب بزازه ولا حاجه ده يوديني الجيش. بس اللهم صل على النبي. راح ايه، راح استنى ما اقفل الاشعارات عشان انا نستقفلها المره دي. بنتي ياسمين بتكلمني على ماسنجر. بس فرحت حاطه بقى ايه اللي بتاع المواعين بتاعتي كده، بعد ما هو خرج من المطبخ بقى بيكون ايه، دمر لي المطبخ نفسيا. وقال لي انا روقت عليكي وعملت لك الاكل كده الصراحه، وعمل البسله، وعمل رز محمر كده، وسلق اللحمه وبتاع. بس ما عملش يعني قرطه في الملوخيه، بس ما بصراحه ما خرطهاش. فقال لي انت بقى ايه عليكي خرط الملوخيه وكده. بس كان الوقت اتاخر، صحيت من النوم على حوالي الساعه 4 كده، صحاني ما انا نايمه الساعه 12 بقى. فراح قايل لي خلاص بقى مش مشكله، الملوخيه بقى اعمليها بالليل.
بصراحة ما عملتهاش ولا بالليل ولا حاجة، لفيتها في فوطة كده وقلت مش مشكلة نبقى نعملها بكرة، يعني نخرطها بكرة جنب الأكل وكده. ما هو الخضار اللي هو بيبقى بتعمليه وكده مش لازم ان هو تاكلي في يوم. استحالة يعني الخضار هتاكليه، ده عامل حلة قد كده تأكل المصريين كلهم. فقال لي ايه بقى اخرطيها بالليل. فالصراحة رحت عاملة نفسي عبيطة واحنا اصلا يعني هو حط كده حبة رز على حبة خضار كده بالليل. انا ما بحبش اكل الحاجات دي خالص بالليل، هو ممكن اللي ياكل ايه حاجات زي كده وياكل حبة صغيرين كده وينام. لكن انا مش مشكله، انا قلت ايه خليها لبكره وكده وابقى اعملها صبحه، يعني عشان انتوا عارفين الملوخيه ما بتحبش تتاكل لو هي صبحه. بس فدخلت بقى عماله ايه اقاوم في نفسي وعماله اقول ايه قومي يا بنتي على راي فيفي عبده، قومي يا بنتي شوفي مصلحه بيتك ومش قادره خالص وكسلانه، وياسمين مش موجوده وقاعده زي انا لوحدي، وعماله ايه المواعين قد كده كوم مواعين. قومي شوفي المطبخ ده لحسن هو قاعد اجازه بكره وهيفضحك، ده هو عامل لك الاكل ومروق عليكي والراجل يعني مش مشقيكه، هو عايزه ايه تاني؟ فقومي بقى اعملي حبه المواعين اللي في الحوض. طب مش عايزه تعمليهم؟ ما انت عندك غساله الاطباق، حجتك ايه؟ فالجو بقى ايه زي ما تقولوا نمت شويه كده يعني على المتاخر كده. قمت على الساعه واحدة كده بالليل. فقلت بقى ايه قمت كنت رز ده عملته المغربيه كده. وبعدين رحت قمت بقى قلت ايه اشوف طلبات بيتي بقى واشوف اللي ورايا. فرحت بقى شايفه اللي ورايا كده ودخلت المطبخ واستعذت بالله. استعنت بالله. استغفر الله العظيم يا رب، استعنت بالله، ما تستعيذي من الشيطان. فاستعنت بالله واستعذت بالشيطان الرجيم، ورحت قايمه ايه لما له بقى اللي هي الزباله دي وكده حطيتها له جنب باب الشقه كده، قلت عشان لربما لو نزل ولا حاجه يبقى ياخدهم معاه. ورحت ماسكه المطبخ بتاعي وشطبته كده وشفت اللي ورايا. وما تستسلميش بقى للطاقه السلبيه اللي عندك، وما تستسلميش للكسل وما تستسلميش. انا والله العظيم اليوم اللي انا كنت منزله لكم في الفيديو ده عينيا دي كانت عامله زي الفيضان بتاع النيل. يا بنتي اسكتي يا حبيبتي اسكتي، بتعيطي ليه؟ طيب ولا عارفه انا بعيط من ايه ولا عارفه نفسيتي تعبانه من ايه. عيالي بقوا محتاروا فيا، يا ماما احنا ضايقناكي، يا ماما احنا زعلناكي. اقول لهم ابدا والله. طب جوزي برضك نفس الحكايه، ما زعلنيش ولا اي حاجه. يقولوا لي طب ايه اللي تعب نفسيتك؟ ما احنا اتحايلنا عليكي تيجي معانا وانت اللي ما رضيتيش، يعني هو عاجبك القعده في البيت لوحدك كده؟ قلت لهم لا انا مش عايزه اروح من بيت لبيت، انا عايزه اخرج يعني. حتى قلت لجوزي عارفين اللي هو الممشى اللي هو الرئيس عامله ده، قلت له ناحيه الوكاله كده، يعني هو بيقولوا ناحيه الوكاله كده في التحرير مش عارفه تقريبا. انا ما رحتوش قبل كده، بس عماله اقول له ايه في ممشى كده اشرف وكده وتعالى خرجني وديني فيه وبتاع ونتمشى شويه ونقضي اليوم هناك ونركب ونركب حنطور. بس عمال يتريق عليا يقول لي طب حاضر حاضر اصل انت الفراغ قتلك والفراغ يعني عامل فيك عمايل وحشه، اصل انت لو شقيانه مش هتعملي كده. فقلت له لا لازم الواحد يكسر الروتين كده يقول لي حاضر، طب حاضر بكره، طب حاضر بعده، عارفين اللي هو اللي مربى عيل صغير معاه وبيهاوده على قد عقله. فعادي هو عقبال ما انسى كده بس شويه وبعد كده هو هينسى برضك، وعادي والموضوع هيغلوش عليه ونقطه من اول السطر. فطبعا نعمل ايه، دي الحياه وكده اهوت، وما تستسلميش للكآبه للحزن وما تستسلميش للطاقة السلبية لا طبعا ده هي حياة وبنعيشها ودايما يعني والله العظيم انا على طول الاستغفار في بقي والحمد لله يا رب بقرا سوره الكهف يعني يوم الجمعه. ربنا بيقدر ان انا حتى ما قريتهاش يوم الجمعه، قريتها يوم الخميس بالليل. عشان قلت ايه انا بص يا سوسه اصلي قلت اصحى متاخر، فبصحى يعني وقت المغرب كده. بقوم طبعا اصلي وبتاع وبتلهي بقى وعقبال ما بخش المطبخ وبتاع فبكون المغرب قدنت. فقلت لا يا بنتي طالما ايه انت بتقومي كده ومش هتلحقي تقري سوره الكهف فقريها يوم الخميس بالليل. فالصراحه كنت سهرانه وكده واحنا قاعدين على التليفونات ليل ونهار وكده، فقلت بقى ايه اقرا سوره الكهف من بالليل عشان خاطر لما اقوم الصبح وملحقش اقراها مبقاش متضايقه يعني وكده وتروح عليا. فطبعا اهم حاجه ان انت ما تستسلميش للتعب ولا للعيا ولا للكآبة ولا للمرض ولا للطاقة السلبية. لو استسلمتي والله العظيم ما تلاقي حد يمسح لك دمعتك. بصوا في جوزي ربنا يخليه ليا وربنا يديله الصحة وكل حاجة، وممكن يشيلك او كده، بس هو يشيل البيت كله استحالة يشيل البيت كله. هو ممكن يعمل حاجة بس يقعد بقى يعمل لك ايه بقى ان هو يعني عمل فيكي جميلة، يقعد كل ما تيجي تعملي له حاجة يقول لك انت اصلك خسيس، انت ما بتحمديش ولا بتشكري. ففي طبعا غسيل هيطبق طبعا استحالة هو يطبقه، في غسيل هيتنشر استحالة هو ينشره طبعا. الراجل راجل برضك والست ست، الست بيبقى ليها حاجات معينة وليها آه، يعني بيبقى ليها وظائف معينة كده في البيت. والراجل طبعا هو كتر خيره، في رجالة بتبقى شايلة ايديها من البيت خالص، ولا تنزل حتى تشتري لك حاجة من السوق ولا تشتري لك خضار ولا تشتري لك اي حاجة. لكن الصراحة جوزي عارف ان انا صحتي واحدة مريضة وصحتي على قدي، فصراحة هو يعني شايل عني كتير، ربنا يخلي لي يا رب وما تحرمش منه وربنا يهديهولي.
بس في مناظر بتبقى قبل مناظر وكده، بس ما تدقوش يعني، ساعات ايه بيبقى في المونتاج كده بيبقى في مناظر قبل مناظر. بس مسكت الغسيل بتاعي كده بقى ورحت مطبقاه وبتاع والله صل على النبي، خلصت اللي ورايا والحمد لله، دي بتبقى رايقه وكده. بس ما عندي بس غسله في الغساله ابقى اغسلها وكده. بكره باذن الله معاكم يعني، لو كان لينا عمر وكده وفيديو جديد وان شاء الله وروتين جديد. هنروح من بعضنا فين؟ دي بقى بتاع الاكله اللي عملها لي، تعبت لي قولوني جدا. دي الاكله دي مش بتاعت اليوم ده، لا كانت بتاعت قبلها يعني بكام يوم كده. بصوا ده بتاع قرنبيط باللحمه المفرومه ببصل بتوم وبتاع، بس قعدت هو ده اللي تعب لي قولوني. فعمل حبه رز كده، والصراحه كان هو طعمه حلو وكان طعمه جميل، بس تعب لي قولوني جدا. تعالوا كلوا معايا كده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يكون خفيف على قلبكم. متنسوش اللايك بالله عليكم، والكومنت المحفز بتاعي.